شمتنا في موت الشيخ أبو إسحاق، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ أبو إسحاق الحويني توفاه الله اليوم بعد صراع طويل مع المرض. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. لكن بقى في كلام وسجال وشماتة بين الطرفين، بين ابن الشيخ أبو إسحاق اللي هو الشيخ حاتم، اللي كان ليه في سنة 2022 تويتة كتب فيها بعد وفاة سيد القمني: ومات سيد القمني فالحمد لله الذي قطع أنفاسه، فقد كان يستهزئ بدين الله وسنة نبيه. عشان النهارده لما الشيخ ابو اسحاق الحويني يتوفاه الله، ترد عليه بنت سيد القمني: اخيرا كنت مستنياها، الحمد لله الذي قطع انفاسك، لروحك السلام والمرج والعاشر. طبعا دار الافتاء المصريه دخلت على الخط وقالت عن الشماته في الموت ان هو مخالف للاخلاق النبويه الشريفه والفطره الانسانيه السليمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماته باخيك فيعافيه الله ويبتليك. ده كان رد لدار الإفتاء المصرية. أما عن الأزهر الشريف فنشر نعي للشيخ أبو إسحاق، فكتب عنه إن هو سخر وقته وجهده لخدمة السنة النبوية وعلومها. ربنا يرحمه يا رب.